مع بداية فصل الشتاء تتعمق معاناة أهالي حي محمد الخامس بمنزل بورقيبة، فالطين والماء يغمران الطريق المؤدية إلى منازلهم منذ سنوات. التقرير لياسمين بن سعد ومروان شلغومي. هذا هو حال الطريق هنا في حي محمد الخامس بمنزل بورقيبة. سنوات مرت والأهالي يعانون نفس الإشكالية، طين ومياه متراكمة في كل مكان جعلت حتى الوصول إلى منازلهم مشقة. عايشين في الطبع، برا شوف الأسباب ولا بوتين الدنيا كلش بدناه. كصغار تمشي تقرا مرمدة ذري صغار ولدي البارح طاح مرتين، نايز لقي ثميك زعما لا مخروق تتكسر، كيفاش نعمل؟ عملوا لنا حد. في الأصل ماهوش كياس نشكو عليه، تو عندنا قداش من عام فهمت، خدمناه بفلوسنا هذه نشربوا في الدم ونصبطوا فيه، حالتنا حليله في الشتاء وزاد كملوا علينا. شوفوا الوضع هذا، لا تنجم تدخل دارك، لا تنجم غير يمشي يقرا، لا تنجم تقضي، لا واحد يتعدى على موتور على بسكليت. هذا اليوم يسمى ما فماش شتاء، يجي نهار الشتاء وشوفي والله العظيم حتى اللي يمرض تاكسي ما تدخلوش لهنا. يا بنتي تاكسي باش ياخذها توقفك في الكياس، غادي واحد يموت في الليل يقعد فميك حتى الصباح تجي تاكسي في الكياس، خرجوا المرضى خرجوا على يدين. هذا في 21 هكا. تتالت الشكاوى وتتالى معها الوعود والإشكالية نفسها، طريق منعدمة وأشغال تزيد الطين بلة. أنا عندي 30 سنة نسكن لهنا، مش نهار مش اثنين، وهذيك هي الحال. كل عام يقولوا سنة باش يقدوا الكياس، سنة باش يقدوا الكياس لحي ما تناج. شكينا ما فهم حتى وذن تسمعنا. حتى كي نصلحوها احنا وحدنا واللي يجي قدام داره يعمل ماده ولا يعمل حاجه، جو يخدموا حاجه يكتبوا الكياس يمرمدوا يخلوها كيكا ويمشوا. ولا مقاول لا مسؤول، كلم البلديه قالت احنا خاطين، كلمنا السونات قالوا احنا خاطين، ما فهمتش انا شكون مسؤول على الحكايه هذه. ما طالبين حتى شيء من عندهم، يجوا يعملوا لنا الكيس. مع حلول فصل الشتاء وغيثه النافع تنكشف أعوار البنية التحتية المهترئة في بلادنا.